السلام عليكم يا رجاله، عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد من قناه الخفافيش. النهارده هنتكلم عن مسلسل ذا بينجوين، المسلسل اللي خلص من كام يوم. المسلسل المشتق من احداث فيلم ذا باتمان اللي نزل سنه 2022، والمسلسل بيعيد احياء الشخصيه من تاني، شخصيه اوزولد كاب، وهي واحد من اكتر الشخصيات اثاره في عالم دي سي. فتعالوا نشوف ازاي العمل قدم القصه، وهل قدمها بطريقه حلوه ولا لا، وغير كده اداء الممثلين والاجواء كانت عامله ازاي. خلونا في الأول نتكلم عن الشخصيات الرئيسية وتفاصيلها، وهنبدأ بالشخصية الرئيسية أوزولد كاب. الشخصية اللي بتعتبر معقدة ومثيرة ووراها جوانب كتير نفسية، وهو واحد من أشهر أعداء باتمان في الكوميكس. الشخصية اللي بتجسد رحلة الانتقام من شخص مضطرب مالوش لازمة إلى مجرم خطير بيسعى للسيطرة على مدينة جوثام. في المسلسل بيبين لك ان اوزولد مش مجرد مجرم تقليدي، ده عنده جانب تاني، عنده طموحات عاليه وعنده القدره انه يتكيف مع اي صعوبات. بيظهر كقائد استراتيجي دايما ذكي، وبيستغل ذكائه بان هو يتلاعب بالاشخاص. اي شخص يقدر انه يتلاعب بيه بالكلام، ويقدر انه يخليه زي ما نقول كده تحت جناحه، وبيستغل اي شخص عشان يوصل لهدفه. وخصوصا في فتره الضعف السياسي اللي بتمر بيها جوثام بعد سقوط كارمن فالكون وبعد احداث فيضان جوثام. التطور في الشخصية بيخليه مش مجرد شرير، لكنه شخصية مأساوية بتعاني من الثقة بالنفس والصراع الداخلي. والمسلسل بيظهر ازاي اوزولد بيسعى لإثبات مكانته وإيجاد دوره الحقيقي والظهور واستكبار عالم الإجرام في مدينة جوثام عشان يبقى واحد من أبرز زعماء العصابات في جوثام. اتكلمنا عن اوز الشخصية الأساسية، نتكلم عن شخصية تانية وهي شخصية فيك، شاب صغير عيلته بتموت في الفيضان، فما بيكونش ليه اي حد، وبيلاقي اوزولد وبيعتبره كالعيله بتاعته. شخصيه فيك هو عنده جانب مظلم، وهي ان عيلته ماتت في الفيضان، وهو شخصيه معقده حياته لسه ما بداتش اصلا، فبيلاقي شخص يديله دور وشأن يكون ليه بمثابه اب، وهو اوزولد. العلاقه بين فيك واوزولد فيها شويه صراعات في الاول، لان في تناقض في طبيعه الشخصيتين واهدافهم. اختلاف الاهداف واضح جدا، ان اوز عايز يستغل فيك، وفيك ملقاش حد غير اوز ان هو يبقى ليه بمثابه العيله. اوزولد بيمثل تهديد بالنسبه لفيك، وبيفكره بنقاط ضعفه، وده اللي بيدفع فيك انه ياخد قرارات قاسيه، وكل ده في صالح اوز. زي ما قلنا، اوز بيعرف يلعب بالشخصيات ويعرف يأثر على الناس بكلامه. ونيجي بقى لشخصية صوفيا شخصية بتميز بالغموض والتعقيد، وغالبا بتظهر كشخصية قوية وعندها استقلالية. شفنا صوفيا في أول حلقة بتظهر فيها كشخصية، شفناها نوعا ما سايكو، شفناها يعني غامضة، ولكن عندها جانب عاطفي بتخلط بين الشجاعة والحذر في التعامل مع الآخرين. صوفيا بتميل للتظاهر بالقوة والقدرة، وإنها دايما قادرة إنها تعمل أي حاجة، وإنها قادرة تتحكم بمشاعرها دايما، لكن في الحقيقة بتخفي ألم كتير جدا وصراعات داخلية. وده طبعا بسبب اللي شافته من غدر من أبوها اللي بيدخلها مصحة أركام، وبتتحول لشخصية تانية بعد خروجها. بعد ما اتكلمنا عن الشخصية المهمة في المسلسل، تعالوا نتكلم عن القصة نفسها، اللي شايف انها مميزة جدا. يعني بتشدك من اول مشهد لاخر مشهد، انت هتفضل مستمتع ومفيش لحظة ملل. مفيش حلقة في المسلسل خيبت ظننا، كل الحلقات كانت ماستر بيس حرفيا. كل الحلقات كان فيها تمثيل، وكان فيها اخراج، وكان فيها كتابة، وكان فيها كمال فني وذروة الفن حرفيا في كل حلقة. المسلسل أحداثه بتبتدي بعد أحداث فيلم ذا باتمان بأسبوع، واللي بتدور قصته عن الفوضى في مدينة جوثام بسبب الفيضانات اللي تسبب فيها ريدلر، والفوضى اللي بتفتح مجال قدام أوز لارتفاع في عالم الجريمة. وبيحاول السيطرة على السلطة والهيمنة على العائلات الإجرامية الكبيرة زي فالكون والماروني. وهنا أوزولد بيطبق جملة من رحم الفوضى تخلق الفرص. أوزولد ملقاش فرصة إن هو يطلع فيها وشأنه يزيد في عالم الإجرام إلا في الوقت ده. والمسلسل بيتناول صراع أوز الداخلي وتفاعلاته مع أعدائه وأصدقائه في عالم مليان بالخداع والتلاعب، وده بيخليه دايما في مشاكل وصراعات مع الأشخاص بسبب كذبه إن هو شخصية خداعة، إن هو ممكن يخدع أي حد لمصالحه الشخصية. زي صوفيا فالكون اللي بتسعى للانتقام من حاجتين، أولها العيلة اللي كانت سبب في الاضطراب النفسي اللي عندها لما دخلها مصحة أركام علشان يداروا على جريمة أبوها، وفي نفس الوقت محدش وقف جنبها ولا كان بيزورها غير أخوها. تاني حاجة أوزولد اللي بيمثل تهديد ليها في صراعها للسيطرة في عالم الجريمة، ده غير إن أوز شخصية خاينة وغير جديرة بالثقة إطلاقا، وبيحاول يوسع سلطته على حساب أي حد مهما كان مين، وده بيخليه منافس عنيد جدا ليها. وده غير إن هو اللي اقترح على أبوها كارمين يدخلها المصحة، وهو عمل كده عشان يحاول إن هو يقرب السلطة أكتر ويكون ليه شأن عند كارمين، وإن هو يبان أكتر في عالم الجريمة. والمسلسل بيركز على تطور الشخصيات بشكل معقد، ويعكس الصراع على السلطة في بيئة مظلمة مليانة بالعنف والكذب والخداع. بالنسبة لعلاقة أوزولد بأمه، بيظهر في المسلسل أوزولد وهو بيواجه العديد من الصراعات النفسية بسبب وضع أمه الصحي، وإزاي بيأثر على حياته المهنية والشخصية. وبالرغم إن أمه ممكن تكون عبء عليه، لكن في لحظات بيظهر فيها اهتمام ورغبة في مساعدتها، وده بيعكس التوتر بين مشاعر الولاء العائلي والطموحات الشخصية. أوزولد ولاؤه الوحيد لأمه، وهي دي كانت نقطة ضعفه الأساسية والوحيدة اللي كانت بتلعب عليها صوفيا في آخر كام حلقة. وقبل ما نخش على النهاية، نتكلم عن حاجات لازم نكون واخدين بالنا منها، وهي ان المخرج مات ريفز اللي عمل عالم اسطوري هنتكلم عنه دلوقتي. اول حاجة هو حب يبين لك شخصية اوزولد كأنه بطل، كأنه شخص انت هتحبه وهتتعلق بيه وهتبقى عايز ان هو يوصل للمجد اكتر واكتر، ولكن في اخر كام حلقة بنكتشف ان اوزولد مش بطل. اوزولد شخص
بيكذب، بيخدع اي حد ويقتل اي حد لمجرد ان هو يوصل لاهدافه الشخصيه وهي السلطه، وبيضحي باي حد عشان السلطه وهو مش بطل، وهو عارف نفسه ان هو كذاب وضحى بناس كتير لاجل مصالحه الشخصيه. وبرضه قبل ما ندخل على النهاية نتكلم عن المخرج مات ريفز، المخرج اللي عمل عالم الباتمان، عالم ماشي صح. شخصية بينجوين أو شخصيات اللي ظهرت في مسلسل البينجوين ما كانش عليها التركيز قوي في أفلام أو مسلسلات، لكن هو عمل مسلسل حلو، عمل مسلسل بين لك إعادة إحياء الشخصيات زي بينجوين أو اللي هو أوزولد كاب أو صوفيا فالكون أو كارمن فالكون ودول، وعمل عالم أسطوري من باتمان، سواء اهتمامه بالتفاصيل والكادرات واختيار الكاست والاهتمام بخروج المشاهد بشكل صحيح. مخرج أسطوري مستنيين منه مفاجآت كتير جدا في عالم ذا باتمان، ولسه مستنيين ذا باتمان 2 اللي هينزل في 2026. ونيجي للنهايه اللي كانت حلوه وفي نفس الوقت كانت صعبه جدا، وهنا هيبقى في حرق اللي ما اتفرجش على المسلسل. في اسئله كتير هتيجي في دماغنا بعد ما نخلص المسلسل، واولها هو ليه اوزولد قتل فيك. سبب قتل اوزولد لفيك بيرجع للصراع على السلطه والنفوذ في عالم الجريمه. يعني اوزولد قتل فيك لان هو عايز يبقى هو لوحده، عايز ينفرد بالسلطه. شخصيه فيك كانت بتهدد مكانه اوزولد. اوزولد برضه شخصيه انانيه، عايز السلطه ليه لوحده، مش عايز حد يشارك فيها، مش عايز ان هو يكون عنده مساعد ممكن بعد كده يبقى عايز ياخد مكانه. اوزولد ما بيهموش ان هو يستخدم العنف وان هو يقتل اي شخص زي ما قلنا في سبيل ان هو يبقى رقم واحد. تاني سؤال هو ليه امه عارفه طول الوقت ان اوزولد قتل اخواته وساكته؟ يعني انت هتستغرب جدا لما تلاقي امه بتعامله كويس طول المسلسل وعايزاه يبقى احسن وبتشجعه، وبعد ما صوفيا والدكتور النفسي بيتلعبوا بعقل امه وتحطها معاه قدام الامر الواقع بتقوله انها كانت عارفه وبتكرهه طول الوقت. وده بيرجع لكذا سبب. ممكن يكون بسبب انها مش عايزه تعيش وحيده، لان لو اوزولد مات فهي هتعيش وحيده، يعني جوزها مات وولادها ماتوا وهي مش هتتحمل كل الخسائر دي، وانها مش هتقدر تواجه الحقيقه او انها مش هتعرف تحاسبه. ويمكن عشان كده كان السكوت كان هو احسن حل ليها. والسبب التالت انها كانت محتاجه السلطه والنفوذ دي في حياتها، وكانت شايفه فيه نفس شخصيه ابوه اللي بيثبت لها واحده واحده مع الوقت. قبل ما نختم هنتكلم برضو عن سؤال الناس سألته كتير، هو ليه باتمان ما ظهرش في عالم ذا بينجوين؟ اول حاجه احنا عارفين ان احداث ذا بينجوين هي بعد اسبوع واحد بس من احداث فيضانات جوثام اللي حصلت في فيلم ذا باتمان. طبعا باتمان فيه كذا سبب، ممكن يكون هو كان مشغول في ان هو بيحاول يصلح الضرر في المدينه. تاني حاجه ان الصراعات اللي كانت في مسلسل ذا بينجوين كانت من تحت لتحت، ما كانتش معروفه، ما كانتش مشهوره قوي، لان اصلا يعني اوزولد كان بيعمل المخدرات بتاعه تحت الارض، فكمان هو ما كانش شخصيه معروفه. وهنا بنيجي بقى لاخر لقطه في المسلسل، اللقطه اللي اوزولد فيها بيبقى شخص غني جدا، بيبقى شخص معروف جدا، وبنلاقي ان اشاره باتمان بتظهر في السماء. وهنا بقى المخرج مات ريفز بيدينا علامه ان باتمان بدأ ياخد باله، ودي اشاره يعني ان اوزولد بقى شخصيه مهمه جدا في عالم المخدرات او عالم الجريمه في جوثام. وفي النهاية أتمنى يكون الفيديو عجبكم. الفيديو من كتابة عمر عبد الشافي وفويس أوفر ومونتاج يوسف سمير. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. لو حد عنده سؤال عن المسلسل يكتبه في الكومنتات واقترحوا علينا أفكار الفيديوهات اللي جاية نتكلم عليها برضه. السلام عليكم.